الشعب السوري اليوم يريد أن يخلق وأن يبتكر سوريا جديدة، سوريا تختلف بكل أبعادها عن سوريا اللي عشناها في الماضي واللي كانت سبب لعذاباتنا وآلامنا. نعمرها ما عاش يلي سعيد. بكل أنحاء سوريا بعد ما كنا بأنحاء تركيا. لماذا أنا في المكتب الساعة 11:30 ليلا؟ لأني أراجع اقتراحات المستثمرين القادمين إلى سوريا كل يوم. لا أقل من 5 اقتراحات استثمارية تأتيني من جميع دول العالم. 6:18 تماما. نحن فين؟ نحن في أرض الوطن. وقريبا سيصدر قانون بهذا الشأن، إنشاء المدن الصناعية، وسيكون متقدم ومتطور ويوازي في الدقة وفي الرقي الدول الأخرى الصناعية الأخرى. قريبا سيصدر موضوع أسابيع. هذا من ناحية المدن الصناعية. أيضا نفكر من ناحية المدن الاقتصادية والتي تزدهر فيها الصناعات البينية ما بين سوريا والدول المجاورة، وهذا الشيء حيكون قريبا بإذن الله. بعد ما كنا باسطنبول من مدينة حلب ننطلق من جديد. الشركة بتقدم خدمات فلاتر المياه الشرب، طبعا كل أجهزة صناعتنا وعلاماتنا التجارية، باندا والهوزورسو والسمارت والسويتوتار. اليوم بحلب حاليا في أكثر من 400 مصنع في مدينة حلب، وهي المدينة الصناعية الأولى في سوريا، بدأ العمل، وهناك كثير من الصناعيين وأنا أعلم ذلك وهذه معلومات وليست تحليلات، بدأوا باستيراد آلات وتجهيزات لمعاملهم بانتظار الإنتاج، فالحركة بدأت. هي صرنا بحلب. نحن تجار من 7000 سنة. يا أهل حلب، يا من كتبتم بالدماء الزكية سطور المجد، ونسجتم من الصبر أشرعة الإقدام، وصغتم من عرق الكفاح قلائد العزة والرفعة. نلتقي اليوم على ثرى حلب الشهباء، هذه المدينة التي ما انحنت لريح ولا خضعت لعاصفة، بل كانت القلعة وكانت الجدار وكانت الشاهدة على صمودكم. عدنا إليكم نبشركم ونقول ستكون حلب أعظم منارة اقتصادية بإذن الله. كل الدروب لدى الأوروبيين توصل إلى روما، وكل دروب الحب توصل إلى حلب. رح يلزمكم من أجهزة فلاتر المياه الشرب أو تجهيز المسابح، رح تلاقوه إن شاء الله بحلب الجديدة عند جامع الإيمان عند السيد محمود بوشي. توصي شي من حلب؟ أجيب لك حلب معي. حلب ست الكل أخاي، ما بتروح لعند حدا، نحن كلياتنا بنروح لعندها. في حلب لازم يكون الحضور متميز، لازم العروض تكون متميزة مع مفاجآت كثير كبيرة بانتظارك. بالنسبة للمسابح وأهل الجملة بالذات، الأمل إن شاء الله أنه تحصل المعجزة الاقتصادية السورية بإذن الله، ما في أي شيء يمنع. وفي سوريا فيها كمية من المقومات اللي تسمح لحصول هذه المعجزة. سوريا فيها نفط وغاز طبيعي وفوسفات وإسفلت طبيعي، وفيها ثروات زراعية هائلة، فيها قمح،
وقطن، كل أنواع الخضروات، كل أنواع الفواكه، ثروات هائلة متنوعة موزعة في الأراضي السورية. هذه ثروة، هذه أكبر ثروة. هذا يبين القدرة والإمكانيات اللي موجودة. ليه؟ ثقافة التجارة متأصلة في الشعب السوري من مئات السنين. شعب هو شعب تاجر. المهاجرين السوريين اللي راحوا كل بلاد العالم كلهم لما راحوا فورا اندمجوا. سووا إحصائية في ألمانيا لقيوا أنه أسرع ناس اتعلموا اللغة الألمانية كانوا المهاجرين السوريين. مثلا واحدة من المهن الأساسية اليوم السوريين انخرطوا فيها في ألمانيا القطاع الطبي، لدرجة أنه الألمان اليوم في عندهم تخوف من التأثير السلبي على القطاع الصحي حقهم إذا كل الأطباء السوريين رجعوا إلى سوريا. هي صرنا بحلب، ورح نقدم لكم اليوم عروض تحاليل المياه مجانا حتى تقتنع بالمياه اللي عم تشربها، ما مطلوب منك تشتري الجهاز نهائيا. طبعا الخيار النهائي لك، هي التحاليل والكشف كله مجاني ضمن عام 2025 مع استشارة طبية، مهندس معالجة مياه وكيميائي. إن حبيت يزوروك في البيت زملائنا المهندسين، أو إن حبيت تزورنا أنت في المركز في حلب الجديدة. أهم ثروة عند السوريين الفرد السوري. فبقول له إيش ناوي تسوي؟ إيش أهم حاجة حتسويها؟ أول شيء قال لي أرجع أشتغل. الفرد السوري سبحان الله في تركيبته في الجينات حقته العمل. أنشط الشعوب العربية ومن أذكاها ومن أكثرها إبداعا. يا أخي ذهبوا إلى مصر، حولوا مدينة 10 أكتوبر جنة والله جنة حولوها. ذهبوا إلى الجزائر أيضا، فتحوا مطاعم، فتحوا محلات سوبر ماركت. ذهبوا إلى السودان أيضا، يعني لم يكونوا عالة على أحد. 10 مليارات دولار استثمرها السوريون في تركيا من 2010 وحتى عام 2023. وظفوا أكثر من 500,000 شخص في 13,800 مشروع وشركة أنشأوها في تركيا. تمثل نحو 30% من مجموع الشركات المملوكة للأجانب في البلاد، وهذا بحسب تصريح لوزيرة التجارة السابقة. هذه الشركات والمشاريع تعمل في قطاعات كثيرة. طورت شركة سورية في مدينة اسطنبول التركية ماكينة لبيع المياه الصالحة للشرب شبيهة بماكينات سحب النقود، وتعمل بمجهودها من دون الحاجة لموظف يديرها. اختراع سوري قد يسهل على السوريين والأتراك على حد سواء مسؤولية جلب مياه الشرب النظيفة التي قد تكون مع إضافات صحية كفيتامين سي وغيره. محمود بوشي من حلب سوريا. نظام عمل الشركة بنقدم خدمات للأجهزة المنزلية، صيانة وتركيب، طبعا كل أجهزة صناعتنا وعلاماتنا التجارية. فكرة الهزور سوقاتنا هي فكرة للتسهيل على الناس، خلينا نقول تضخم الوضع الاقتصادي. يعني دبجان المياه بدون من المصنع للتخزين لا في هذه الفترة الزمنية هم بيكون كسب وقت، يصير تفاعلات بين الضوء والبلاستيك. انت بتاخذ المياه من هون طازة مباشرة، هم سعرها بسيط. هزورسو الفلتر الذي يستحق أن يكون كلية المستخدمين. ميزة شركة هزورسو أنه بتقدم لك الجهاز بكفالة بسوريا وتركيا وكل دول العالم اللي لنا فيها مراكز. أما بالنسبة للجهاز رح يكون كفالته مدى الحياة، وهي أول ميزة بتقدمها شركة هزورسو من عام 2018، وعن طريق استبدال الجهاز القديم بجهاز جديد كل 3 سنوات ضمن الكفالة. فلتر الأجداد يتوارثه الأبناء. من سنن الرزق إتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإذا أتقنته رزقك من حيث لا تحتسب. اللهم ارزقني وارزق مني. فأنا أستشعر أنه رايح شغلي والتزم بالموعد وما أتأخر وأجي في وقت الدوام وما أمشي قبل الدوام. هذا أجر حسنات قاعدة تنهال بسبب إتقان العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الصحابة مرة كانوا ماشيين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، شافوا واحد بيشتغل بيده وبجد واجتهاد، فقالوا يا رسول الله لو كان في سبيل الله. شوف على طول راح بالهم إنه هذا الجهد لو راح في سبيل الله في الجهاد، راح مفهومهم كان إنه الجهاد دائما سبيل الله معناه الجهاد. فغير الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم في سبيل الله، فقال لو كان يسعى على ولده فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى لشيخين كبيرين أو لأبوه وأمه فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى ليعف نفسه من الحرام أو من السرقة ومن كذا فهو في سبيل الله. تغيير جذري للمفهوم، أنه هذا اللي قاعد السباك ولا الحداد ولا النجار اللي قاعد يشتغل علشان يعف
نفسه وأهله ويأتي برزق آخر اليوم لبيته، هذا الساعات هذه في سبيل الله تماما زي الجندي اللي في المعركة. اتعب وعافر كل يوم وارسم مخطط وابتدي، وقت النجاح اعمل لزوم، قول للهموم يلا بعيدي، شخبط على اللي يعطلوا وامشي الطريق من اوله، غيرك زمان جرب ونال حلمه ما نامش واجله. هي زقه وتجيب في زقه، اوعى تتعب ما تقولش لا، ارضى واجمد قدرك ما الشقه، والطريق عايز جدع مش بالكلام، واحده واحده وبكره تفرج، مره تصعب مره تسلك، ما انت عارف ما انت اصلك، من البدايه في الحكايه يوم في جنه ويوم في نار. رواد الأعمال بيشوفوا اللي غيرهم مو شايفه، شايفين حلم قدامهم وشايفين واقع هيحصل. They start with the end in mind. رائد الأعمال بيبدأ والنهاية في البال. هذه واحدة من أهم أسرار النجاح. من فين حتجيب الطاقة كل يوم أنك تصحى من النوم بدري تشتغل 16 و17 ساعة إلا لو عندك شغف مالي كيانك بالكامل. رائد الأعمال أولاً عنده ما يسمى بالثيك سكين، يعني جلده سميك في مواجهة الرفض. يعني لما اللي حواليه قاعدين يحبطوه ويقولوا له فكرتك هذه يا أبويا روح بالله واشرب مويتها، يا أبويا أنت بتحلم، يكون عنده القدرة أنه في وسط هذا الإحباط يكون عنده أمل وطموح. تتوقعوا كده كم ساعة في اليوم بيشتغلوا؟ كم يوم في السنة تتوقعوا رواد الأعمال بياخدوا إجازة؟ من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عالصعب، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. حالفين لنقاوم أيامنا مع ناس دايما حاسين بينا، لا حياة ولا دنيا هتهزمنا، والضربة اللي ما تقبلش تقوينا. طبعا قادرين نعملها، طبعا نقدر عالدنيا بحالنا، والسكة اللي تبان صعبة نقولها، مع بعض أنا وأنت أكيد هنكملها. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تم انتهاء من تحميل تر كامل من مواد فلترة المسابح والمضخات والفلاتر والاكسسوارات متجهة إلى سوريا حلب عند الأستاذ محمود بوشي. والسلام عليكم.